أخويا قال لي: أنا خلاص دفعت لبابا العربون واشتريت شقتك بخصم العيلة. بصيت في عينه بكل برود وقلت له: مبروك يا سيدي، بس بابا ما نصبش عليا أنا، ده نصب عليك أنت بس. أنا تعبت 4 سنين كاملين عشان بس أقدر أشتري شقة أوضتين وصالة، ولسه محتاجة شغل كبير. ولما أخيرا قفلت البيعة واستلمت، حسيت إني أخيرا قادرة أتنفس. وهنا بقى يظهر كريم، أخويا المدلل. كريم ده عمره ما تعب يوم في حياته، كل حاجة بتجيله على الجاهز وعلى حساب أبويا وأمي طبعا. فلما دخل علينا وهو شايل كيكة من السوبر ماركت وراسم ضحكة صفرة على وشه، بطني اتكركبت في ساعتها. وقال: دي عشان نحتفل إن أنا بقيت ملك الشقة اللي أختي الصغار اشترتها. وكان حاطط إيده على كتف بابا. أنا اتسمرت في مكاني، والشوكة وقفت في نص السكة لبوقي. أنت بتتكلم عن إيه؟ بابا طبعا ما قدرش يحط عينه في عيني، وفجأة المكرونة البشاميل بقى فيها سر كبير، وفضل مركز عليها. بس كريم كان فرحان قوي واتكلم وقال: أنا خلاص دفعت لبابا العربون. قالها وهو بيتفرد على الكرسي بابتسامة مستفزة. الأوضة كلها سكتت. أمي شهقت وحطت إيدها على صدرها في مشهد يستاهل أوسكار، بينما كريم كان لسه بيضحك فاكر إني أنا نكتة العيلة. سألته وأنا خايفة من اللي جاي: أنت اشتريت شقتي؟ رد وهو بيلوح بإيده باستهتار: بابا اعترف لي إن العقد باسمه لغاية ما تجهزي أمورك. فقلت له: بيعها لي. وهو باعها لي. معلش يا أختي، ده هو البزنس واعتبريه درس. قلبي ارتاح لما فهمت اللعبة كلها. بصيت من فوق كتف أخويا الواطي ده، وركزت عيني في عين الراجل اللي رباني. بابا كان شكله مرعوب. أخدت بقمية ببطء، وسبت السكوت التقيل ده يكسر ابتسامة كريم. بصيت لأخويا في عينه وقلت له: مبروك يا سيدي، بس بابا ما نصبش عليا أنا، ده نصب عليك أنت بس. متزعلش واعتبره درس. ضحكة كريم طلعت مكسورة. أنتِ بتقولي إيه؟ أنا معايا العقد باسمي. قلت له وأنا بطلع تليفوني من جيبي: اللي معاك دي حتة ورقة بلها واشرب ميتها. تحب تشوف صورة العقد الحقيقي للشقة؟ بابا شرق وشه اتخطف وبقى شبه الفرخة المسلوقة. كريم لف رأسه ببطء ناحية أبويا وقال له: بابا، قولي إنها بتكذب. قمت وقفت وأنا بلمح حاجتي. شوف يا كريم بالبلدي كده، أنت دافع فلوس ملهاش أثر لراجل باع لك ممتلكات مش بتاعته بشكل غير قانوني. ده مش خصم للعيلة يا كريم. كريم صرخ والغرور بتاعه اتدشمل: أنتِ ما تقدريش تعملي كده، أنا هاكلم الشرطة. ابتسمت ابتسامة خفيفة وأنا باخد خطوة ناحية الباب: وده المفروض تعمله يا كريم، روح قولهم إنك اشتريت شقة مسروقة من نصاب. يا رب بس تكون احتفظت بالرسايل اللي بابا بيطلب منك فيها الفلوس كاش. ولو حد فيكم قرب من الشقة بتاعتي هجيب له الشرطة. طلعت للعربية بتاعتي، وسبت ورايا صوت الأطباق بتتكسر والصريخ واصل لآخر الشارع. بابا أخد الفلوس اللي كان هيموت عليها، وكريم أخد درس يفوقه لبقية حياته. بس يا خسارة المكرونة البشاميل كانت زاكية، يا ريتني أخدت طبق معايا وأنا ماشية.